السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء نبدأ بالصلاة على النبي. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اليوم إن شاء الله غادي نوجد معكم واحد الكيكة اقتصادية وبنينة. ما عليكم إلا تتبعوا معايا إن شاء الله الطريقة باش تدق معكم وبصحة وراحة. ما تنساوش تشتركوا في القناة ديالتي وتفعلوا الجرس باش يجيكم كاع جديد. ما تنساوش التعليق والبارطاج وبزاف. سيروا ان شاء الله اللي غادي نحتاجو اللي غادي نديروه ان شاء الله مع الكيكه. كنحتاج هنايا واحد الربعه ديال الفراوله مقطعه بحال هكا وغسلتها، وعندي واحد الكاس ديال الليمون، وعادي نحتاج السنيده واحد الكاس ديال السنيده، وهنا الليمون مقطع القشره ديالته واحد الليمونه يعني صغيره متوسطه الحجم. غادي نبدا بسم الله توكلنا على الله. كناخذ الفراوله نقطعها بحال هذا الشكل مربعات، واحد الكاس ديال الليمون، والقشور ديال البرتقال. بالنسبه كما شفتوا معايا درت الفراوله واحد الربعه مقطعه بحال هكا مكعبات، وكاس ديال الليمون، والبرتقال واحد البرتقاله مقطعه بحال هكا، وكاس ديال ونص كاس ديال السنيده. بسم الله. وغادي نديروه فوق النار حتى يولي واحد السيروم بحال هكا، وتشوفوا معايا ان شاء الله الطريقه. شفتوا معايا ديك الفراوله قطعناها مكعبات، وداك البرتقال القشره ديال البرتقال، وكاس ديال الليمون وسنيده كما كتشوفوا كيعاد يولي ان شاء الله بحال السيرون يعقد ليا. عاد ان شاء الله نخلطو مع العجينه ديال الكيك. بالنسبه للمقادير ان شاء الله اللي غادي نحتاجو لهاد الكيكه، نفس الوقت غادي نقول لكم المقادير وندير معكم الطريقه التحضير ان شاء الله. كناخذ واحد الاناء وناخذ واحد 3 البيضات. بسم الله. كيكونوا بحراره المطبخ. بسم الله. وغادي ندير نص كاس ديال السكر سنيده، حيت سبق ليا درت في هاد الحامض اللي قطعت والفراوله كنت درت نص كاس ديال السكر سنيده. بسم الله. وغادي ناخذ واحد القبيصه ديال الملحه، ونخلط بالخلاط الكهربائي مزيان. بعد ما نسجمنا البيض مع السكر سنيده غادي نخلط ونزيد شويه الزيت. عندي هنايا واحد شويه ديال العنب اليابس غسلته مزيان بالماء. بسم الله. وهنايا كما قلت لكم كنت درت الفراوله واحد ربعه هكا مقطعه مكعبات صغار، وعندي الحامضه هكا. بالنسبه لهذا كما شفتوا معايا خدت الفراوله واحد ربعه قطعتها مرصوصات صغار، والبرتقال واحد القشره ديال البرتقال حتى هي متوسطه الحجم قطعتها مرصوصات صغار، وواحد الكاس ديال الليمون عصير الليمون ودرتو حتى ولا بحال هكا. من الاحسن خليوه قطع شويه، انا بحالي بحال هكا السيروم صافي. غادي نكبو على هذا الخليط بحال هكا.
وغادي نضيف الطحين ونشوف زعما الكميه اللي احتاجيت. نقول لكم ما خاصهاش تكون جاريه، هاد الكيكه كتكون شويه يعني شويه شاده في راسها. بسم الله. والخميره غادي نحتاج 1.5. كنضيف نص الخميره. غادي نحرك هادشي مزيان. مزال غادي نزيد، درت 2 كيسان. غادي نضيف كاس معمر، صافي هذه هي الكميه كافيه. يعني درت 2 كيسان عامرين وكاس، يعني 3 الكيسان ما عامرينش بزاف. صافي كما كتشوفوا معايا. غادي نجيب هذا القالب اللي غادي ندير فيه الكيكه وندهنو بالزبده بحال هكا. المهم نتوما اي قالب عندكم ديروه. المطاط من التحت ومن الفوق كنت حشيت فيها واحد الموس وشتها طيبه لداخل. صافي غادي نزينها بسكر سقي. محدها سخونه باش يشد فيها داك السكر. صافي وان شاء الله تشوفوا طريقه التقديم بالصحه والراحه. المهم هذا هو الشكل النهائي كما كتشوفوا. كتجي خفيفه بحال هكا. انا كنقطع لكم باش تشوفوا. بسم الله. بحال هكا كتجي كما كتشوفوا رطبه وهشيشه وبصحه وراحه. وان شاء الله نتمنى تجربوها وتعجبكم. بصحه وراحه.